العلم المفدى أن العلم التونسي هو عنوان تواصل الدولة، وهو رمز الوطن بما يمثله في الوعي واللاوعي الجماعي للشعب من رمزية شهداء تونس على مر العصور ومن تجذر في الهوية العربية الإسلامية، منبها إلى أن التعدي على علم البلاد يعتبر تعديا على اللحمة الوطنية. لا علم في تونس يرفع فوق أو بدل هذا العلم، وهو عنوان تواصل الدولة منذ القرن التاسع عشر، وهو رمز الوطن. وإن جاءنا اليأس منه أحيانا عندما جعلت منه عصابات الحق العام التي حكمت بلادنا في غفلة من الزمن رمزا للشعب الدستورية، وحتى وإن فكرنا يوما باستبداله عندما نحن في قمة الإحباط، فإن الثورة المباركة أعادت له كل ألقه وجعلتنا نلتف حوله بكل قلوبنا، وقد أصبح من جديد مصدر الفخر والاعتزاز. وشدد المرزوقي على أنه لن يسمح لأي أحد بفرض آرائه وخياراته بالعنف ولا بالاعتداء على أي مواطن تونسي على خلفية خياراته العقائدية أو السياسية مهما كانت هذه الخيارات. لن يسمح لأحد بتنصيب نفسه الناطق الرسمي والوحيد باسم الوطن أو الدين العظيم، فكلاهما يجمع شملنا ويوحدنا. أنه لن يسمح لأحد بفرض آرائه وخياراته بالعنف، ولأي طرف بتحقير أو تكفير أي طرف آخر. وأضاف المرزوقي في هذا الموكب الذي تولى خلاله تكريم الطالبة خولة رشيدي التي تصدت لعملية إنزال العلم بتقليدها وسام الجمهورية أنه لن يسمح بتكرار أي محاولة لتعطيل عمل الجامعة التونسية وإرهاب أساتذتها وطلابها أو أي مؤسسة أخرى، مؤكدا أن مثل هذه العمليات ستواجه مستقبلا في إطار القانون. ومن ثم فالتعدي عليه هو التعدي على اللحمة الوطنية. لذلك أدعو الشاب الذي ارتكب جريمة إنزال هذا الرمز إلى تسليم نفسه وتقديم اعتذاره بعظم لسانه أمام قضاء مستقل ينظر في قضيته في إطار محاكمة عادلة ونزيهة، ويحكم بما يمليه القانون وحسب تقدير ضمير القاضي لصدق الاعتذار. كذلك أدعو كبار المسؤولين للحركة العقائدية التي ينتمي لها هذا الشاب إلى إدانة واضحة وصريحة للعملية. وأكد رئيس الجمهورية المؤقت أن لتونس طبقة سياسية مجمعة على مدنية الدولة وتحييد المساجد عن كل نشاط حزبي وإرساء النظام الديمقراطي الذي يسمح للجميع بالمشاركة في بناء الوطن.